لما تبقى حاسس انت مش قادر على اتفه الاسباب بتنفجر، محتاج تعرف الاول 3 معلومات. مفيش مشكله في الدنيا الا وليها حل. مفيش مشكله في الدنيا دائمه كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكله في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنه، مش شخصك المقصود، انت مش معيوب، انت مش معطوب، انت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه ارحب بكل الناس الامارات اللي دخلت القناه جديد. بجد اشتراككم ده على راسي من فوق. وطبعا برحب بالامارات اللي معايا من قبل كده مكملين بلايكاتهم وكومنتاتهم. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياه العمر كله، اللهم امين. بصوا بقى يا بنات، قبل ما ابدا في الفيديو الجديد دوت، انا بس حبيت افكركم انا غسلت السجاد بتاع الغرفه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا اهي، متبهدله. وبصوا هي الدولاب في الارض وعلى السرير، تمام؟ يعني الدولاب كله نازل على الارض وعلى السرير، مش عارفه ازاي بصراحه، بس زي ما انتوا شايفين كده. وانا اسفه للمنظر البشع اللي انتوا شايفينه ده، بس انا في بدايه الفيديو حبيت افكركم ان انا كنت شايله السجاد وغسلاه معاكم في الفيديو. اللي ما شافش الفيديو يا بنات يرجع دلوقتي يشوفه على طول، فيديو مشجع جدا هيخليكي تقومي حالا تظبطي كده الشقه وتغسلي كل السجاد ان شاء الله. نقول بسم الله بقى ونبدا الفيديو بتاعنا القمر النهارده. بصوا بقى، انا عايزه بس ايه اول حاجه اقولها لكم، ان انا حبيت ابدا باوضه الولاد عشان خاطر بصراحه الدراسه خلاص داخله، كل سنه وانتم طيبين طبعا. فحبيت ان انا اخلص منها كده ومن كركبتها، واي حاجه انا مش عايزاها اتخلص منها. عايزه اقول لكم ان انا مسكت كمان الادراج وكل حاجه كل حاجه بصراحه، عشان ان شاء الله لما يجيبوا بقى الكتب بتاعتهم الجديده والكشاكيل والاقلام والحاجات دي كلها، ابدا ان انا ارصها في الادراج. فعشان كده حبيت ان انا اتخلص من اي حاجه يعني كانت موجوده وقديمه. حبيت ان انا ايه يعني خلاص بقى مش محتاجينها. بدات ان انا ايه، لو حد محتاج حاجه الكتب الحاجات دي اديتها الناس، والحاجات اللي انا يعني خلاص بقى كاتبين فيها ومبهدلينها يعني رميتها خلاص يعني. فقلت ايه عشان ابدا كده سنه يا بنات دراسيه جديده، وانا بقى ايه حاسه كده ان الشقه عندي وخصوصا الغرفه بتاعتهم نظيفه والادراج نظيفه. بصوا على الاقل حتى يعني اول يومين 3، لاني بصوا عايزه اقول لكم ان فتره الدراسه بجد بتبقى الدنيا عندي متشقلبه ومتلخبطه وكلها على بعضها. وخصوصا بقى بصوا الكتب بقى، يعني انا بعمل لكل طفل درج، هم 4 ادراج زي ما انتم شايفين كده في التسريحه يعني، بحط فيهم الكتب بصراحه. بس عايزه اقول لكم ان بصوا بتوع يوسف بيبقوا مكان جانا، وجانا مكان عز، وعز مكان هنا. فتلاقوا ايه ان كل حد الكتب بتاعت التاني عنده، مش عارفه ازاي بصراحه. بس برضو انا في الاول كده بحب ابقى منظمه يا بنات، انتوا فاهميني؟ لا بجد والله انا ان شاء الله السنه دي كده ناويه ان انا ابدا فعلا سنه دراسيه جديده كده وابقى منظمه فيها، وبصوا مرتبه فيها كل حاجه، وافضل بقى ايه يعني منتظمه في الموضوع ده. ان انا كل حد ياخد حاجه ارجعها مكانها، كل حد مثلا يبهدل حاجه ابدا اظبطها، عشان بجد انا اللي بحتاس وانا اللي بعاني وانا اللي بتعب. زي ما انتم شايفين الغرفه عامله ازاي. وعايزه اقول لكم ان انا مجرد ما اشيل السجاد الدنيا تتقلب كده. يعني بصوا هي كل الشقه زي ما انتم شايفين كده، والله العظيم مش الغرفه بس خلاص يعني انا الحمد لله صورت كذا فيديو هنزلها لكم الايام الجايه ديت. بصوا تشجيعات من نار، بجد بجد تشجيعات من نار. عايزاكي كده تتابعيني الفتره الجايه ديت. وبجد متشكره جدا على كل الناس الامارات اللي عجبها الفيديو اللي فات. انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي، والله العظيم انتوا اللي بتشجعوني، ولما بطور من نفسي ولما بعمل حاجه كويسه ده الفضل بيرجع لكم انتوا من كلامكم وكومنتاتكم. بتشجعوني بيها وبتخلوني اصور الاحسن والاحسن. كلامكم بجد بيشجعني وبيخليني كده، يا في ناس فعلا عايزه تتشجع معايا، في ناس فعلا بتستنى الفيديوهات بتاعتي، وخصوصا ان في ناس جديده دخلت برحب بيها طبعا. وكومنتاتها قمر، لدرجه يعني في كومنت انا كده قريته بتقولي يا هبه انت هتبقي الادمان بتاعي الفتره الجايه. فبجد متشكره جدا على كلامك القمر ده، والله العظيم شرف لي ان انت اصلا تكوني عندي في القناه، وانك تكوني اخت من اخواتي في القناه. فربنا يخليكي ليا يا رب، وانا اطول اصلا اكون ادمان ليكي، بجد دي حاجه كبيره جدا جدا. بصوا يا بنات كلكم امارات، انا بحبكم كلكم، وبجد كلكم على راسي من فوق. ودايما بقولها لكم اي حد فعلا بيحتاجني بيلاقيني، يعني اي حد فيكم محتاجني هيلاقيني ان شاء الله. اخت لي وصديقه
يعني بنت ليها كل حاجه، كل حاجه هتلاقوني موجوده معاكم في القناه في اي وقت بجد يعني، لان فعلا انتوا العشق بالنسبه لي والله العظيم. بصوا بقى هنا كده كنت، بصوا لميت يعني بصوا انا ولادي زي ما قلت لكم الدولاب بيبقى على الارض وعلى السرير، فانا بدات ان انا يعني انقط كده الهدوم، اشوف اللي مش نضيف منها احطه كده عند الغساله عشان هغسله، والنضيف منه بصراحه طبقته وحطيته في الدولاب، بس هو اغلبيه الحاجه ما كانتش نضيفه بصراحه. خدت بقى ايه الكفرات دي، بصوا هي الكفرات بتاعه المراتب، هي بصوا مش نضيفه ومش وسخه، يعني هي يعني بصوا نظافه بنظافه، انا كنت عايزه اغسلها بصراحه، بس هي مش متبهدله قوي، بس بصراحه انا قلت لا لانها بتاخد وقت في انها تنشف، وهم يعني الروتين ده كان بالليل وكانوا هيناموا، فانا بصراحه قلقت على المراتب، قلت لا بدل ما يبهدلوها لي ولا حاجه، خلي الكفرات هفرشها عادي خالص معاكم، وتاني يوم لما يصحوا ان شاء الله خدتها ايه وغسلتها مع نفسي كده، قلت ان هي ايه هتنشف يعني بالنهار، واحطها قبل ما يناموا تاني. بصوا بقى هنا اتشعلقت كده فوق السرير، ومحدش يتريق عليا ولا حد يضحك عليا، بس انا بصوا بعمل يعني اي حاجه، لان ايه طبعا انا ببقى محكومه بالتصوير والدنيا عندي بتكون ملخبطه وكده، فالجزء ده يا بنات المخبأ بتاع ولادي، الناس طبعا اللي متابعيني من فتره عارفين ان هو ده المخبأ الاساسي بتاعهم، اي حاجه بتضيع مني بلاقيها في المكان ده، فدخلت كده ما بين من فوق السرير ويعني كنسته كده معاكم، وجيت برضو على الجزء ده كده. بصوا انا كنت بعمل ايه في اول حاجه، انا لميت زي ما انتم شايفين كل الكركبه، وبدات ان انا الاماكن اللي هي مثلا يعني ما بين الجزء اللي بين السرير وبين الحيطه، يعني جريت السرير وكنسته وقلت امسحه، الجزء اللي هو كمان عند التسريحه ده برضو، يعني اي مكان بيتضرب تسريحه او بالسرير بدات ان انا اعمله بالشرشوبه عشان ارجع كل حاجه مكانها، وافضل بقى ان ايه اعمل الاوضه بقى مع نفسي. انتوا فاهمين عايزه اوصل لكم اكيد فاهمين يا بنات، عشان انا كلامي اصلا متلخبط، انتوا هتشوفوا دلوقتي وهتفهموا. بصوا يعني انا جيت كده وجبت الميه بتاعتي، وعايزه اقول لكم ان انا استعملت كرور اللي هو الخام ده، بيبقى تحفه تحفه، انا بحب ريحته عامه. بصوا بس بخلي بالي لانه كان هينطر على لبسي بصراحه وكان هيبهدله، بس خلي بالك، بس الحمد لله ربنا ستر وما حصلش. خلي بالك من النقطه دي، يعني وانتي بتمسحي بيه خليكي حريصه، عشان ما تقوليش هي اللي بوظت لي اللبس، خليكي حريصه ان انتي يعني ما تبهدليش لبسك بيه، وخصوصا يعني انت ممكن تخلي، بصي انا عشان بصور وكده فممكن تلاقوني بلبس، لكن عامه انت عشان ما بتصوريش ممكن تخصصي لبس للشغل البيت، يعني ما تيجي كده تنضفي في البيت ولا حاجه، خصصي حاجه يعني معينه، بحيث لو اتبهدلت منك اتبقعت اي حاجه ما فيش مشكله يعني، فاهميني؟ يا رب يكون بس ايه كلامي مفهوم بالنسبه لكم. طبعا انتوا بتفهموني كل حاجه، بس انا اللي كلامي بيكون متلخبط شويتين ثلاثه يعني. المهم بدات كده زي ما انتوا شايفين بالميه ام كرور القمر اللي ريحتها، بصوا ريحتها بالنسبه لي ادمان، انا بحس ان انا نظفت بيتي لما بجد بشم ريحه الكرور في الشقه كلها، غير كده انا ما بحسش ان انا نظفت بصراحه. بصوا بدات ان انا ارجع بقى التسريحه مكانها، يعني امسح تحتيها وارجعها، امسح ورا السرير ورجعته، والسرير التاني هكذا، والكومود وكل حاجه بدات ان انا اعملها بالطريقه دي، وبعد كده بقى لميت الاوضه كلها عشان تنجزي بجد في وقتك، عشان تحسي ان انت بتنظفي والدنيا تمام معاكي، اعملي زي ما بقولك. بصوا بقى الادراج دي كانت مليانه حاجات مش قادره اقول لكم، يعني حاجات كتير جدا جدا. هاجي بقى مع نفسي كده، بصراحه انا ما صورتش الجزء اللي انا عملت فيه الادراج، بس مع نفسي كده بصوا نقطت بقى، شفت الحاجه اللي هم هيحتاجوها سبتها، والحاجه اللي هم مش محتاجينها خلاص بقى تخلصت منها زي ما قلت لكم كده، عشان ايه احس كده ان بجد يا بنات ادخل على الدراسه احس ان انا كده مهتمه بولادي. ما انا عايزه اقول لك على حاجه، نتكلم بقى بجد جد شويه كده، عشان خاطر بجد يعني عايزه يعني اقول لكم حاجات هتنفعكم جدا جدا والله العظيم اثناء الدراسه. اول حاجه تبداي تعمليها لو انت زي لو انت زي كده وبتصحي الساعه مثلا 1 2 الظهر، امنعي الموضوع ده تماما، ولو بتسهري طول الليل لا امنعي بقى الموضوع ده تماما. انا بصراحه ان شاء الله ناويه كده اظبط نومي مع ولادي، هصحى بدري يعني معاهم وهنام بدري معاهم. ليه بقى؟ هقولك ليه، عشان بجد الوقت اللي احنا بنضيعه في نومنا ده حرام حرام بجد والله العظيم، عايزين نستغله صح، يعني عايزين كده العيال تروح مدارسهم بقى واحنا نستجم شويه كده. في ايه بقى؟ مش هقولك اخرجي وتفسحي وهيسي وتفرجي والكلام ده خالص، لا طبعا، بس على الاقل هتقومي بدري، هتشوفي شغل بيتك، هتنضفي بيتك، لو في حاجه محتاجه تتمسح، لو في حاجه محتاجه تتنضف، لو عندك شويه غسيل هتغسليهم، هتبداي ان انت تطلعي الغدا اللي هتعمليه لولادك، هتبداي ان انت تخلصيه. عايزه اقول لك اني قسما بالله كنت بعملها السنه اللي فاتت، بص انا ما طولتش في الحوار اللي انا كنت بعمل كده يعني السنه اللي فاتت،
تقريبا عملت الموضوع ده بتاع اسبوعين 3، بس بجد فرق معايا جدا. كنت عايزه اقول لكم ان بجد الساعه 11 بالكتير 12 بالكتير كنت ببقى مخلصه شغل البيت كله وعامله الغدا لعيالي، كل حاجه بيرجعوا بقى، انتوا فاهمين، يعني خلاص بقى يدوبك بيقلعوا لبسهم، الشقه نظيفه، احط بقى كل حاجه مكانها، الشنط مكانها، اللبس اللي اشوف اللي اتوسخ مثلا لو هاخده اغسله، لو حاجه مش مستاهله ان انا اغسلها تمام بطبقها وبشيلها كده في ظرفه من الظرف في الدولاب، يعني عشان تاني يوم يلبسوها. بحط الكوتشيهات مكانها، الشنط بتاعتهم مكانها. ابدا بقى ان انا ايه، خلاص انتوا جعانين بقى، ابدا ان انا احضر الغدا ليهم ياكلوا لو هيريحوا شويه. بس انا ما بفضلش ان الولاد تريح بعد المدرسه عشان بيكسلوا وبيبداوا ان هم يسهروا بالليل، انتوا فاهمين انا بقصد ايه. فلا، خليهم بقى ايه يعني، بصوا يعني وهم نشاط كده وجايين من المدرسه بعد ما يتغدوا يبداوا بقى يشوفوا دروسهم وراهم ايه، هيعملوا الواجبات اللي عليهم، لو وراهم مذاكره وراهم درس هتوديهم، او لو في مثلا حد بيجي لك البيت يديهم الدرس ده، هتبداي ان انت تلاقي اليوم فيه بركه غير عاديه بجد والله العظيم يا بنات، غير عاديه. بصي هتلاقي نفسك على 6 7 بالليل خلصتي كل مهامك، بما فيها كمان ان انت غديتي ولادك، ان انت ذاكرت لهم، ان انت يعني بصي، وكمان يعني قبل ما يناموا كمان هياخدوا الشاور بتاعهم، هيغيروا هدومهم، يدخلوا بقى على سرايرهم كده وهم بصوا مخلصين واجباتهم، مذاكرين، متغديين طبعا، اتعشوا كمان، وخدوا الشاور، وكل حاجه كل حاجه هتلاقيهم عملوها. وهتلاقي نفسك بقى ايه وقت، بس طبعا انت كمان هتكوني فصلتي اكيد يعني. بس صدقيني والله العظيم لو عملتي كده ممكن ان انت كمان يعني، بصي احنا ممكن نكون بنسهر شويه بعديهم، يعني انا بصحى معاهم، بس ممكن يعني بقعد كمان بعديهم ساعتين 3 مع نفسي، ببقى حابه ان انا بستحرم من الاخر الوقت ده يا بنات، بقول لنفسي لا يعني انتوا اكيد زيي بصراحه. بصوا عايزه اقول لكم انا ببقى صاحيه بدري والله ومعاهم وخلاص، انا فاصله وعايز بنام على نفسي من الاخر، يعني بنام على نفسي، بس اجي انام كده واصحى لا لا ده هم ناموا، معقوله اضيع الوقت ده وانام معاهم؟ لا لا لا، انا اقوم كده اعمل لي حاجه دافيه اشربها، وخصوصا لو في الشتاء بقى، اعمل لي حاجه دافيه اشربها، اكل لي حاجه، اتفرج على اي فيلم كده في التلفزيون، اقعد مع نفسي، يعني بصراحه افصل من الدنيا كلها ومن عيالي ومن اي حاجه، وابقى مع نفسي بس، انتوا فاهمين. فاعملي كده. اهم حاجه الصحيان بدري يا بنات، بجد بجد هيفرق معاكي جدا جدا، خصوصا وقت الدراسه، هتلاقي بجد اليوم فيه بركه، هتلاقي كل حاجه بتخلص معاكي، هتلاقي الدنيا معاكي تمام التمام. عايزه اقول لك ان انا قبل ما اعمل الحوار ده، يعني الكلام ده انا السنه اللي فاتت، فعشان كده انا جربت ده وجربت ده، فانا ناويه ان شاء الله السنه دي لا، انا هظبط نومي، هنام بدري مع ولادي وهصحى بدري مع ولادي، وهعمل كل اللي ورايا ان شاء الله، هيجوا هيلاقوا كل حاجه تمام. عايزه اقول لك بقى ان انا جربت كمان ان انا بصوا افضل طول ما هم نايمين افضل سهرانه، والناس اللي متابعاني من زمان كانت عارفه كده عني، لحد ما بنزلهم حقيقي بفضل صاحيه، معلش الكلب عمال يهوهو، فعادي بعملوا نفسكم مش سامعينه، هو رخم لما باجي اصور بيفضل يهوهو، هو اكيد شاف حد في الشارع غريب، فهو لما بيشوف حد غريب في الشارع بيقعد يهوهو عليه. ما علينا، انا دخلت في موضوع تاني خالص، فنرجع لموضوعنا الاساسي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بصوا بفضل صاحيه لحد ما انزل العيال المدرسه وارجع انام. انا بودي عز الدين انه هو بيرفض ينزل، يعني ما هو في سواق بيجي ياخدهم، بس هو بيرفض ينزل معاه، يعني فاهميني، بص روح لحد هناك، هو بصوا انا لا لازم تنزل، وينزل ويقعد وكل حاجه، الاقي بقى ايه يعني بيكلمني، لا عايزة مش راضي يدخل، محدش بيقدر عليه غيري، فلازم انزل معاه وارجع، لكن هو بيجيبه على طول بصراحة، انا ما بنزلش اجيبه. فيا رب يا رب كده ادعوا لي ان السنة دي يكون كبر، ويكون هو رايح كي جي 2، يا رب يكون كبر ان شاء الله السنة دي كده، ويكون عقل ويقول لي لا خلاص يا ماما خليكي انت نايمة او قاعدة في البيت وانا هنزل لوحدي مع اخواتي، يا رب. بس انا لسه، بس هو بيقول لي لا انت اللي هتوديني برضه. المهم يا بنات، فانا كنت بفضل صاحيه لحد ما انزلهم المدرسه وارجع بقى، بصوا انام قتيله قتيله بجد حقيقي، انا بقى ما نمتش، انا واحده بقى مطبقه، يعني انتوا فاهمين، مواصله بقى ما نمتش لحد دلوقتي، فتلاقوني بقى بصوا نمت كده من الساعه 8 بالليل، 8 الصبح او 9 كمان والله احيانا، وافضل نايمه بقى لحد بصوا قبل ما يجوا بربع ساعه، لحد مثلا الساعه 3 2، قبل ما يجوا كده بربع ساعه تلاقوني اتنفضت، واحيانا كان بتروح عليا نومه الاقيهم هم بيرنوا الجرس عليا. فالموضوع بصراحه كان صعب بالنسبه لي، هقول لكم ليه بقى. بيجوا بيبقى انا ما عملتش اي حاجه خالص، ولا حتى عارفه انا هعمل اكل ايه، انتوا فاهمين،
تلاقوني بقى جريت على المطبخ، احنا جعانين، هم صاحيين من بدري بصراحه وليهم حق، عايزين يرجعوا يتغدوا. انا بديهم سندوتشات طبعا وفاكهه وكل حاجه وعصير، بس برضو حاجات اللي هي يعني فطار ليهم، حاجات مش هتشبعهم لحد الساعه 3 العصر. انتوا فاهمين انا بقصد ايه؟ فتلاقي العيال بقى راجعه يعني جعانه موت، انتوا فاهمين؟ فادخل بقى المطبخ ان انا بقى بجري ورا نفسي كده، وماما طب احنا هنعمل هوم ورك كده، طب ماما احنا مش فاهمين دي، طب ماما احنا عايزين دي، طب ماما. فانا بصوا ببقى مطحونه يعني، اللي انا نمته بيطلع عليا تالت ومتلت. فانا قلت لا بصراحه انا مش هعمل في نفسي كده ولا في ولادي قبلي يعني. فانا لا، انا هظبط وقت نومي، هصحى معاهم وهنام معاهم، هصحى الصبح اخلص شغل بيتي، الغدا بتاعي، يرجعوا كده ولادي، ابقى كل ليهم ابقى كده بصوا فاضيه لهم، مفيش ورايا غيرهم، مذاكرتهم، دراستهم، اكلهم، حمومهم، كل حاجه ابقى معاهم فيها. فانت لو عايزه تبداي سنه دراسيه يعني جديده كده وتبقى كويسه كده ان شاء الله، وتبقى سنه خير وكويسه وحلوه كده عليكي، ابداي زي ما انا بقولك كده، ان انت تنامي بدري وتصحي بدري مع ولادك. ولو انت بجد اصلا دي عادتك فتبقى 10/10، مش هتتعبي في حاجه ولا هتعيني. عايزه اقول لكم ان انا كمان عاتله بجد اول يوم دراسه يا بنات. انا ولادي بصوا مش هيدخلوا كلهم مع بعض في يوم واحد، يعني هي المدرسه بتقسم حسب كل مرحله بتدخل الايه المرحله دي في يوم معين. فتلاقوني بقى ايه تايهه كده وبلف حوالين نفسي، طب انا هنيمهم ازاي اول يوم؟ طب انا هنيم ده وده هيفضل صاحي عشان هو مش رايح المدرسه؟ فتلاقي دماغي شغاله. فانا بفكر ان انا احاول اليومين دول بصراحه اظبط نومهم، يعني احاول اصحيهم يوم بدري كده واخدهم النادي يتهدوا فيه ويبصوا يفركوا ويجروا ويتنططوا ويلعبوا وكل حاجه ويطلعوا كل الباور بتاعهم، وارجع بقى بالليل على النوم. بس عايزه اقول لكم على حاجه برضو، العيال ولادي دول على فكره اذكياء قسما بالله. بصوا ما ينفعش انا اضحك عليهم، هم اللي يضحكوا عليا. لما بعمل كده بيعملوا ايه؟ تخيلوا، بيناموا طول الطريق واحنا جايين في العربيه، ويجوا بقى ايه خلاص احنا نمنا وشبعنا نوم وفاقين بقى وايه وقاعدين احنا قاعدين لك، وتلاقيك بقى خلاص النوم راح من عينيهم، طار من عينيهم. لو ناموا بقى في العربيه النص ساعه ولا ساعه الا تلت اللي احنا جينا فيها في الطريق ديت، فناموا فيها. فدي برضو بالنسبه لي مشكله. فانا بفكر كده ان انا في العربيه اعمل لهم اراجوز، يعني افضل كده. بصوا انا كنت بعمل كده مع عز الدين، افضل ازغزغ فيه، العب معاه، اضحكه. كان احيانا يتجاوب معايا واحيانا لا. لو عملت ايه، لو قمت كده اتنططتي وشقلبتي انا مش قايم، يعني مش قايم. فبصوا هو اول يوم عامه بيبقى صعب لينا كلنا اعتقد يعني، لان طبعا كلنا الفتره دي العيال واخده على السهر بقى ومفيش صحيان بدري بقى، وقاعدين على التليفونات والتلفزيون لحد الصبح. فاول يوم اكيد هيبقى صعب، صح يا بنات ولا انا ايه؟ اكيد هيبقى صعب. انتوا كمان زيي ولا انا بس الحاجه شاذه ولا ايه؟ قولوا لي برضو في الكومنتات. بصوا انا رغيت كتير 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 معاكم في الفيديو، بس هو فيديو قمر والله العظيم، وانا مبسوطه ان نازله لكم بالفيديو القمر دوت، ومبسوطه اكتر بالناس الامارات وكومنتاتها الحلوه اللي دايما بتشجعني بيها ودايما بتقولها لي، وربنا يخليكم ليا يا رب بجد والله العظيم يعني. وكمان في كومنت جالي بس قبل ما انسى، كان في حد يعني بيقول لي ان انا ادعي لاهل ليبيا وكده. فبجد يا بنات ربنا كده يا رب يفك كربهم يا رب، وربنا كده ييسرها عليهم. بس عايزه اقول لكم والله العظيم يعني ده ابتلاء من ربنا يعني اكيد يعني. بص الله يرحم طبعا كل الاموات اللي ماتت في ليبيا وكده، بس هو نصيب يا ولاد والله العظيم، نصيب يعني، هو نصيبهم. اصل بصوا دي حاجه بتاعت ربنا، فربنا يرحمهم جميعا يا رب ويصبر اهاليهم. وبصوا ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم ويصبرنا جميعا، لان بجد احنا حزنا جدا جدا عليهم. بس عايزه اقول لكم والله العظيم ان ما في حد بياخد اكتر من نصيبه يعني من الدنيا دي. بصي الفرحه هتاخديه اللي ربنا قسمهولك، والحزن برضو اللي ربنا قسمهولك هتاخديه، يعني انت هتاخدي نصيبك من الحزن بصوا وهتاخدي بقى هنا نصيبك كده يا بنات، نزلت اجيب ايه السجاد. ايه بقى هو ده، هو ده. بصوا بقى نزلت كده اجيب السجاده اهو اللي انا نشره معاكم. انا عايزه بتاع غرفه الولاد اللي هي دي ودي، هاخدهم عشان اخلص ايه الفيديو كده واخلص الاوضه واقفلها.
فانا عايزه دي، هي نشفت. هي نشفت خلاص تمام. وعايزه دي كمان. بصوا اهي. يلا بقى حطي لي اللايك كده عشان انا تعبت في الفيديو ده جدا. وايه، وعايزه اللايك بتاعك القمر والكومنت، عشان انا بجد الفتره دي محتاجه تشجيعات كتير جدا. هاخد دي زي ما قلت لكم، وهاخد دي، هاخدهم بقى واطلع فوق دلوقتي افردهم معاكم في الارض واوريكم بقى الشكل النهائي بتاع الغرفه بقى منظرها عامل ازاي. بصوا ده بقيه السجاد انا سايباه لانه في حاجات بصراحه لسه ما نشفتش من الطروف هنا كده، في حاجات لسه ما نشفتش قوي، فقلت مش مشكله يعني خليه هنا كده بدل ما اطلعه فوق يعني وازحم بيه الدنيا. لا خليه تحت كده، ما اخلص كل حاجه اخلصها انزل اخد ايه السجاده بتاعتها. يلا بقى كده هاخد السجادتين دول هطلع فوق على طول. وهنا بقى كنت خلاص خدت السجاد وطلعت زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا افرشه. وبجد بجد عايزه اقول لكم يا بنات ان السجاد بقى فله نضيف جدا جدا. بصوا انا اعرف ان انا غسلت السجاد كويس ولا لا من السجاد بتاع اوضه العيال، لانه فعلا بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتبهدل عندي. عايزه اقول لكم بصوا بيبقى طين فعلا. فانا لما بحب اعرف يعني السجاد ده مغسول كويس ولا لا ببص على السجاد بتاع اوضه العيال، لو لقيته تمام ونضف بيبقى فعلا السجاد ده مغسول 10/10. فعايزه اوريكم السجاد دلوقتي يا بنات، فعلا بصوا بيبرق كده، بيبرق والله العظيم. يلا بقى كده قومي تشجعي، امسكي غرفه الولاد عندك، بصي عايزاكي تشقلبيها كده، عايزاكي ترجعيها اوضه جديده لانج. بصوا السجاد بصوا رجع جديد، دي فعلا حقيقه. بس طبعا هو بيبهدل بسرعه عشان فاتح برضو معايا، بس انا مبسوطه لاني بجد داخله على سنه دراسيه كده، وانا الحمد لله رب العالمين ظبطت فيها حاجات كتير ورتبت حاجات كتير استعديت ليها يا بنات. ما تخليش كده الدراسه تبدا معاكي وكل حاجه كده تتكرك او تترقم كده فوق دماغك. لا قومي كده شوفي وراكي ايه كده عايزه تخلصيه. بص هو فاضل تقريبا يعني كام يوم كده، ان شاء الله تلحقي تخلصي فيها، وان شاء الله تلحقي تظبطي شقتك وتنظفي غرفه ولادك وتظبطيها استعدادا للدراسه يا بنات. خلاص العيال هتروح المدرسه واحنا هنستجم كده مع نفسنا شويه. بصوا انا بقول لكم كده بس على فكره، بس والله ما في استجمام ولا حاجه. هي بصوا العيال حتى وهي في المدرسه انت برضو شغاله زي ما قلت لك، بتعملي وبتروقي وبتنظفي وبتحضري غدا والحاجات دي. بس يلا ربنا يقوينا، كله في ميزانات حسناتنا. ميزانات ايه؟ ميزانات حسناتنا دي كله في ميزان حسناتنا والله يا بنات والله. يعني بصي كل حاجه هتعمليها ان شاء الله هتقعد لنا في ايه، في ميزان حسناتنا. وبعدين يعني بصوا يعني حاجة لا مفر منها، هما يعني حاجة لا مفر منها. ربنا يخلي كل ولادنا جميعا يا رب، ويخلينا ليهم ويسعدنا جميعا ويسعدهم معانا يا رب، اللهم امين. انا بحبكم جدا جدا جدا. عايزه بقى بصوا فجروا لي كده الزر بتاع اللايكات، عايزه كده اقعد اتفرج الاقي اللايكات عماله تزيد. بحبكم جدا جدا وربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي العمر كله. اقول لكم ايه بقى، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد. بحبكم جدا جدا جدا، انتوا قمرات وانا بعشقكم. و هقول لكم ايه، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.